وللحديث أكثر حول مشاركة العديد من أصحاب المؤسسات الناشئة في هذه الرحلة الاستكشافية، أسعد باستضافتي الدكتور كريم بروري، وهو صاحب حاضنة أعمال وعضو لجنة منح علامة لابل للمؤسسات الناشئة. مرحبا بك سيدي. شكرا، فرحة وسرور كوني معكم هنا من جديد. مرحبا دكتور. ربما قبل أن نتحدث عن المشاركة في هذه الرحلة الاستكشافية لأصحاب المؤسسات الناشئة، بداية نتحدث عن دور حاضنات الأعمال في بلورة الأفكار إلى مؤسسات ناشئة وأهمية هذه الخطوة التي تعتمدها اليوم الجزائر. بالطبع، شكرا على السؤال. واليوم رانا بدينا نطوروا المنظومة البيئية تاعنا تاع الشركات الناشئة، واليوم رانا فهمنا أن نحتاج دور الحاضنات الأعمال، الحاضنات اللي ترافق هاد المقاولين والمقاولات اللي راهم يروحوا في هذا المشوار حياة جديد اللي هو المقاولاتية. اليوم الحاضنات الدور تاعهم ولا جد مهم، لأن شفنا اليوم الشباب يعني بكل أنحاء الوطن يروحوا في نطاق المقاولاتية ويروحوا بأفكار جديدة. يعني كاين نوعين بالطبع، خلينا ما نتكلمش الآن على الشركات المصغرة والمتوسطة اللي هي أيضا جد مهمة في الاقتصاد الوطني، أكيد نعم. وجزء لا يتجزأ من الشركات الناشئة، لأن الشركة الناشئة تحتاج تتطور إلى بالطبع تستهلك يعني خدمات ومنتوجاتها هذه الشركات. ولكن خلينا نتكلم على الشركات الناشئة. الشركات الناشئة كما نعرفوه هي شركات اللي يطوروا نماذج أعمال جديدة مبتكرة مبدعة، تستعمل تكنولوجيا جديدة، الأسواق تاعها غير مفهومة، سوق تقليدي. نعم، يعني يطلب نوع من الشجاعة باش تمشي في هذا المجال. وفي هذا المسار اليوم الشباب تاعنا عندهم يعني قدرات تكنولوجيا جد عالية فعلا. ولكن انا مهندس في بدايه حياتي، ويعني نهضرها افيك بوكو دو بيانفيونس كما نقولوا بالفرنسيه. احنا المهندسين والناس التكنولوجيا عندنا يعني نيه في الاقتصاد ولا في البيزنس، ونحتاجوا ان اشخاص يساعدونا نعم باش يرافقونا باش نطوروا هذاك الجانب يعني تاع القرش تاع رجل الاعمال، باش نقدروا نطوروا نماذج اعمال اللي تقدر تفوز العالميه. لان كي نتكلموا على شركات ناشئه ما نقدروش نهضروا على السوق الداخليه فقط، ولكن نعم. بسوق عالميه. واذا انطلاقا من هذه النقطه نفهموا باللي لازم يكون عندك يعني ماشي بودره ولكن قدره جد عاليه في التنافس في خارج الوطن، واطار مؤطر وبالطبع وانطلاقا من هذه النقطه اليوم شفنا الشباب طوروا تكنولوجيات، طوروا نماذج اعمال، ولكن النماذج تحتاج بعض من المساعده في تطوير هذا الجانب الذكاء الاقتصادي او الذكاء التنافسي نسميه هكا، اللي نخليهم يقدروا يروحوا للعالميه ويطوروا ماشي المشاريع ولكن الاسواق ديالهم باش ينالوا هذه القدره الاقتصاديه اللي اليوم الجزائر تحتاجها. لان الهدف ايضا ان كل هذا الاقتصاد اللي مبني على المعرفه غدا راح يقدر يحول جزء من المداخل اللي اليوم مبنيه على المحروقات. واذا ما تقدرش تطلب من الجزائريين هم الاوائل اللي كيف نقولوا يستهلكوا هذه الخدمات، لانها خدمات ذو يعني خصوصيات اللي لا ربما اليوم الجزائر مرانا في المشوار البدائي باش نستهلكوا هذه الخدمات، ولكن في العالم هما راهم في مشوار وين اليوم يفهموا هذه التكنولوجيا يقدروا يستهلكوا بالطبع. وفي نفس الوقت كي نروح هذا الجانب بالطبع اذا الشركات الناشئه هنا في مستقطبه الجزائر اولا، ولكن القوات يعني والمهارات تاعها في الجزائر راح تخدم الجزائريين والجزائريات اولا، تخليهم يطلعوا في المهارات تاعهم، وغدا المداخل تاعها الاوليه تدخل الجزائر. والحاضنات الاعمال يقدروا يعملوا على مساعده هذه المقاولين والمقاولات لتطوير هذه النماذج الاعمال من غير ما نتكلمش على التكنولوجيات والتسويق، لهذا ولات امور عاديه في هذه ال5 سنوات الاخيره. لنا اليوم خلاص فهمنا الدرس، اليوم لازم نروحوا للتنافس والعالميه. هذا هو. هل تعتقد دكتور بأن الآليات المتاحة اليوم في الجزائر تساهم وتساعد بقدر كبير لتأطير هذه القدرات الفكرية التي يمتلكها شباب الجزائر؟ ونعرف أن
مجال حاضنات الأعمال انتشر يعني في ربوع الوطن. بالطبع اليوم بدينا نحسوا باللي رانا نثيقوا في القدرات تاعنا. المشوار يبدا لازم نثيقوا في نفوسنا، ولازم اليوم انطلاقا من هذه النقطه نثيقوا في كل المهارات الجزائريه اولا وقبل كل شيء الداخليه، والمهارات الجزائريه الخارجيه، لان عن الجزائريين والجزائريات اللي هم خارج الوطن يقدروا يعودوا للوطن ويساهموا في هذا التطوير الاقتصاد تاعنا ولا هذا النظام البيئي للشركات الناشئه. اليوم كي نتكلموا على النظام البيئي الحالي، بالطبع عندنا عده امور اللي خلاونا نشوفوا يعني تطور. انا كما نقول دائما نمد مثال، انا بديت مشواري المقاولاتي في شوارع الجزائر العاصمه كان في عمري 15 سنه. نقدر نحكي لك كيفاش كان عندي 15 واليوم راني فوق 40 كيفاش ولات. دونك حقيقه كاين نعم كان حقيقه كاين تغير جذري في بعض الميكنات الموجوده في المناخ في حد ذاته. المناخ شيء والميكنه شيء. المناخ يتاثر ماشي غير بالقرارات الداخليه، الاقتصاد عالمي. واليوم كي نهضروا على الاسواق ونهضروا على الاموال دونك الفاينانس، يعني كان تاثيرات عالميه. تغيير في اثمان السلع، كنت شفتوا القهوه هذه حقيقه، ويعني ما نقدروش احنا الجزائريين بنفسنا نغلقوا على هذه الامور، لازم نعيشوها. ولكن داخليا كاين ميكانات. تكلمنا الكثير على البيروقراطيه، تكلمنا كثير على الرقمنه، واليوم انا بدينا نشوفوا ثمار هذه الامور. لازم كما يقولوا الناس زمان الصوف تتباع برزانه، يعني لازم نمدوا شويه وقت لهذا التطور. للرغم ان الشباب تاعنا شباب وكي يكون في عمرك 20 طموح كبير جدا، طموح وطاقه كبيره، دونك لازم نخلوا هذه الطاقه الكامنه تتكلم وبسرعه. والشركات الناشئه هذا هو الخاصيه تاعها، تستحق السرعه، لان في التنافس العالمي في دقيقه وين تكون عندنا احنا فكره، انا وياك عندنا فكره تطور مشروع جديد، كاين 1000 شخص راهو في السوق يديرها في العالم. دونك تفهموا باللي السرعه هي يعني نبض ميزه العالم اليوم. نعم. ربما نعود للحديث عن مشاركه هذه المؤسسات الناشئة. كيف يتم اختيارهم بداية للمشاركة في رحلة الاستكشاف في كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وما الذي ستضيفه هذه الرحلة لتطور هذه المؤسسات؟ طبعا هذه الامور يعني راهي تتكامل من هذا بناء هذا النظام البيئي. كي نتكلموا على بناء نظام بيئي نتكلموا على الشركات الناشئه بالضبط كما رانا نديروا، والشركات الناشئه يولي عندها دور هي ايضا في البناء هذا النظام، انها تولي نوع من السفراء. يعني كي اليوم العالم يشوف الجزائر ويشوف تطور النظام البيئي للشركات الناشئه والاقتصاد المعرفي، راهم يشوفوا العالم يتكلم علينا. للرغم ان اليوم مازال ما لحقناش نخلوا الممولين الكبار في العالم يبداو يتكلموا على الشركات الناشئه الجزائر، وهذا هو الهدف انه الممولين الكبار يقدروا يمولوا شركات 3 5 150 200 مليون دولار، يبداو يقولوا كاين حاجه يتصرف في الجزائر ولازم نجوا نشوفوا هاد الشباب الجزائريين، ولازم حنا نكونوا الاولين نحطوا دراهمنا النقود المال تاعنا في هاد الشركات باش نطوروها وننالوا بالطبع مدخول. هذا بيزنس. اليوم الشركات الناشئه هما كيخرجوا العالميه. كان عندنا الحظ في اخر العام اللي فات شركات ناشئه جزائريه تشارك. استسمحك دكتور بروري، سنواصل يعني حديثنا في هذه النقطه المهمه جدا. نواصل حديثنا مع ضيفنا في البلاطو الدكتور كريم بروري، صاحب حاضنه اعمال وعضو لجنه منح علامه لابل للمؤسسات الناشئه. دكتور، كنا بصدد الحديث عن كيفيه اختيار المؤسسات الناشئه المشاركه في رحله الاستكشاف في كل من كوريا الجنوبيه والصين والولايات المتحده الامريكيه. حقيقه كنا نتكلموا على هذه النقطه وعلى الدور ايضا اللي عطيناه لهذه الشركات الناشئه، وعلاش رانا راح نبعثوا 450 شركه ناشئه للصين الولايات المتحده وكوريا الجنوبيه. وعلاش يعني هذا السؤال يطرح. قال انا وانت ما عندنا شركه ناشئه ورانا نشوفوا شركات ناشئه رايحين، وهذا يعني الدوله راهي تمول في هذه الامور. دونك عندنا هذا السؤال يطرح. انطلاقا من هذه النقطه نفهموا باللي كما كنت نقول الشركات الناشئه دورها انهم يكونوا سفراء ويكونوا يعني دي زومباسادور للنظام البيئي الجزائري، باش يوروا لنا الحقين، باش يوروا القدرات تاعنا، باش يوروا ثاني باللي كاين
يعني فرص استثمار في الجزائر في هذا الميدان. شفنا مشاركه شركات ناشئه الجزائريه في دبي جي تاكس في اخر 23، في اوائل 24 كان في ويب سوميت وفي فيفاتك. دونك رانا نقتحموا يعني العالميه بالشركات الناشئه تاعنا بحضورها، للرغم ان البعض راح يقول ولكن اين هي النتائج؟ اولا وقبل كل شيء النتائج لم تتقاس باساس التسويق، يعني سي دو ماركتينغ. رانا نبنيو يعني العلامه التجاريه تاع المنظومه ولا النظام البيئي للشركات الناشئه واقتصاد المعرفه. لازم نبنيو علامه تجاريه، لازم كي العالم يخمم في الشركات الناشئه يشفى باللي في الجزائر كان الشركات الناشئه تساوي الذكاء الاصطناعي، الكونتوم كومبيوتينغ، لا الاي كوميرس، لا ما على باليش. لازم نخلقوا هذه هويه، يعني كيما شركه عندها الهويه، عندها العلامه التجاريه تاعها، لازم نخلقوها. واذا انطلاقا من هذه النقطه عندنا هذا الشباب راح يروح يعني لهذ الثلاث نواحي في العالم. وعلاش هذه الثلاث نواحي في العالم؟ بالطبع اولا وقبل كل شيء الجزائر عندها علاقات معهم، ثانيا هي مكان اقتصاد اوت فريكونس كما نقولوا، يعني بتوتر جد عالي، يعني تماك البيزنس يدور بسرعه كبيره. اكبر الشركات الناشئه راهم في هذيك الاماكن. كوريا الجنوبيه كان خصوصيه في بعض الاوقات كنتكلموا على الاقتصاد، نتكلموا على احنا الجزائر كان بزاف الشركات الكبيره الخاصه شركات عائليه. هاد النقطه نقدوها بزاف، نقولوا الشركات العائليه عندها مشاكل ما يكبروش. كوريا الجنوبيه هي مثال جيد باش تشوف الشركات العائليه كي تنجح وش يصرى. نعم. كاع العلامات الكبيره اللي تعرفوهم في الهواتف كل شيء هذوك شركات عائليه حتى اليوم. اذا اختلاط في هذا الايكو سيستم اللي هو جد عالي التكنولوجيا تاع كوريا الجنوبيه معروفه. دونك الشباب تاعنا حيتعرفوا، وايضا لينا احنا الجزائريين هاد الشباب اللي راح يروحوا لكوريا الجنوبيه راح يخلونا نفهموا النظام البيئي تاع كوريا الجنوبيه بس ما نعرفوهش مليح. انا واحد من الناس نعرفوه ماشي بمعرفه يعني دقيقه كما نعرف النظام البيئي الامريكي ولا الصيني. هو فعلا مجال استكشاف بالطبع. دونك شتي عندهم دور اخر انهم كي يوليو لازم يعطونا معلومات، يفهمونا كيفاش داروا واش راهم يديروا وشنو هم نقاط الضعف ديالنا باش نطوروا نفوسنا. بالطبع احنا ما الكمال لله، بالطبع راح نطوروا نفوسنا. انطلاقا من هذا الشيء عندك 450 شباب وشابات راح يروحوا هذه المناطق. راح يختار 150 لكل وجهه. نعم. كنت نتكلم عليها في الاوف. العديد من الشباب حبوا يروحوا لامريكا، الولايات المتحده الامريكيه. نعم. وهذا كنت نقول لك طبيعي، لان الولايات المتحده هي كما يقولوا اكبر سوق للشركات الناشئه، بالعبارات هي مكه الشركات الناشئه. دونك كاع يتوجهوا لهذا المكان، وفي نفس الوقت هي مكان وين تلقى التمويل، يعني الممولين الكبار، بعض الشركات الناشئه المعروفه الجزائريه اللي نالوا على تمويل جد كبير. هنالك امكانيه حتى تستفيد هذه الشركات بتمويلات. نعم. هو وليد الجزائر، قاري في الجزائر، راح مشى قرا تماك، خلق اول شركه تاعو في لندن، ومن بعد مشى للولايات المتحده في سيليكون فالي بالطبع. ما عندهاش بزاف، دار تمويل تاع 3 ملايين دولار. جميل. دونك يعني الشيء نقدروا له، لازم برك نفهموا كيفاش يمشي الميكانه باش نقدروا نلحقوا لها المفيد. دونك عندك 150 يروح الامريكان، 150 للصين، و150 لكوريا الجنوبيه. نعم. الاختيار تاعهم تم على اساس منصه. هذا الامر شكون راه يتكفل به؟ هي مسرعه الدوله الجيريا فانتور، اللي هي تابعه لوزاره الاقتصاد المعرفي الشركات الناشئه والمتوسطه. التكاليف على عاتق الدوله. نعم. كل تكاليف. 100 كما يقولوا 100% على عاتق الدوله. راح يكون يعني هذا السفر الاستكشافي راح يدوم بتقريبا 15 يوم، وراح يكونوا في كل وطن مستقبلين من شركاء هذه البرامج. دونك قبل هذا السفر وقع بنايه عقود اتفاق مع شركاء في هذه النواحي العالم. تنظيم برنامج ورقه الطريق، والبرنامج يعني راهم 450 شخص راح يدوا شخص من كل شركه، ماشي اثنين ماشي ثلاثه، شخص من كل شركه. هاد الاشخاص لازم ندوهم طائرات، المنزل، الاطعام، لا توتال. دونك انطلاقا من هذه الامور وقع شركه شباب شافوا الاعلان عبر الانترنت، كانت مام في التلفازه داروا اشهار باش يكون يعني علني الناس تسمع به للمشاركه. وبقات محلوله الى غايه اواخر
جوان يعني بالتقريب، وبقى وضافوا وقت اضافي باش يخلوا شركات اخرى اللي ربما ما شاف. نعم بيكون عندك فرصه. انا كان عندي الحظ نتحرك في عده ولايات الوطن، تلاقيت مع عده شباب كاع سجلوا هما مهتمين بهذا المشاركه. نعم مهتمين وسجلوا، دوكا يستناو برك باللي عندهم هذا الفيزا اللي تخليهم يقدروا يروحوا يشوفوا هذا النماذج، باسكو الناس اللي في عالم التكنولوجيا وفي الشركات الناشئه راهم يعني يعرفوا قيمه هذا المشوار وهذا السفر. دونك سي تري اتراكتيف، ويحتاجون ايضا للتعرف اكثر على كل التحديثات المتواجده اليوم بالعالم، وربما اختيار هذه الدول هو احسن اختيار لتحديث هذه المعلومات المتواجده اليوم لدى الشركات الناشئه. نعم قلت لك تبدا لازم يكون عندنا علاقات مليحه احنا الجزائر مع هذه النواحي تاع العالم. ما ساسا نبعث انا غادا شركه مع ناحيه في العالم اللي في غدوه يدور عليا، دونك ساسا. دونك لازم ثاني كان هذا الجانب، هذا عمل الدوله اللي هي اللي لازم تراعي هذه الامور، ماشي احنا اكيد تنظم مثل هكذا رحلات. ولكن في اليوم كان جانب اخر، كان بعض المقاولين والمقاولات، وهذه الصفه اللي نحتاجوها في المقاولين اللي لازم نراعيوها كما الملح في الطعام. يعني المقاول والمقاولات من ذاك كما نقولها بالعاميه باش يفهموني، ما يحطوش رجليهم في الارض، يجيبوا مربي باللي يلحقوا كما نقولوا، يظنون ان خلاص المشروع راهو في قمه التكنولوجيا وهما النجاح سي لي ميور دو لا بلانيت. كي يروحوا في هذه الانظمه البيئيه راح يشوفوا تكنولوجيات ونماذج اعمال اللي يخليهم يتواضعوا اكثر تطورا. نعم باش يخليهم يتواضعوا، لان لما نتواضع نفهموا باللي مازال ما لحقناش، وكي تفهم باللي مازال تمك اللي تشمر على يديك باش تخدم. دونك عندنا هذا الجانب ايضا اللي راح يعطيهم يحفزهم، للرغم ان ربما نقدر يبان هذا التحفيز يعني سلبي، ولكن لا، للمقاولين والمقاولات هذا هو كيفاش نحفزوهم. ما لازمش نكونوا يعني في دون سونس دو بوال كما نقولوا في متابعه كما نقول مسؤول القط. نو يفوت تروح في الجهه المغايره باش يحسها، باش يقدر يطور روحه، حتى يكون هنالك منتوج تقدم هذه المؤسسات الناشئه منتوج بطابع عالمي وليس بطابع محلي، وانه يستطيع المشاركه في الاسواق العالميه ومجال عالمي اكثر منه محلي. دكتور ربما نتكلموا على جزئيه مهمه ايضا فيما يتعلق بمجال حاضنات الاعمال ومنح علامه لابل لهذه المؤسسات الناشئه. جد مهم. هي تفاصيل جديدة يتعرف عليها الشاب الجزائري، السوق الجزائرية أيضا هنالك تشريع جديد يتدعم به القطاع وهو أيضا مهم جدا. ما هي الامتيازات التي تقدمها علامة لابل لأي مؤسسة ناشئة؟ شوف، شكرا على السؤال، لأن جيت في البلاطو عدة مرات وبقينا نتكلموا دوما على علامة مشروع مبتكر أو علامة شركة ناشئة، وما تكلمناش أو غير من القليل على الحاضنات الأعمال. الحاضنات الأعمال جد سهل. اولا الشروط جد سهله، لازم تكون عندك شركه، وهذه الشركه عندها مؤثرين، عندها فريق عمل اللي عنده خبره بالطبع، وعنده برنامج احتضان. يعني برنامج احتضان يعني يبدا من كيفاش نقدر نتعرف على اصحاب المشاريع، كيفاش نقدر نجذبهم عندي، كيفاش نقدر نحفزهم، كيفاش نقدر نطلع لهم الامكانيات الذهنيه التكنولوجيه التسويقيه اكسيتيرا، وبالطبع كيفاش لا ربما نقدر نعاونهم باش يقدروا يبداو يحوسوا على اوائل الدينارات تاع التمويل تاعهم. هذا هو عمل الحاضنه. دونك عندي فريق، عندي بالطبع الذاتيه المعنويه كشركه، دونك عندي سجل تجاري، انا شركه في السجل التجاري عندي لي رموز، يعني لي كود داكتيفيتي اللي عندهم خاصيه، اللي رموز الانشطه. نعم الانشطه تاع الحاضنات العمل. اليوم الحاضنات اللي يستخدموا المبتكرين، خليني نقول هكا. دوزيام الفريق، وثالثا البرنامج. على بهذا الثلاث امور الاسس نروح للمنصه startup.dz startup.dz وكلش رقمي. نحط السي جي، نحط المعلومات، نحط السي في تاع الفريق، نحط البرنامج تاعي، كان بعض المعلومات، اسكو عندي شركات ناشئه، الاسم تاعهم، وش من المجال، اسكو درت منافسات اكسترا، ونبعث اللجنه تقوم. هذه نحل قوس سريع. اللجنه نورمالمون تقوم مره في 15 يوم بدراسه الملفات. اليوم رانا نقوم مره في الاسبوع، لان كاين طالب
كبير جدا هائل على المشاريع المبتكره. ونبعث ميساج لاصحاب المشاريع المبتكره ما لازمش يتقلقوا، لان الطلب هائل. رانا ندرسوا في الحصه ما بين 200 و 300 طالب، اوركو يا بضعه اشهر كنا ما نفوتوش 60 طالب. دونك اليوم ولا يطلب منا وقت باش يعني الهدف تاعنا ما حبيش يعني تقول لا نعم هكا بسرعه، لازم يعني دراسه جديه. نعم. للرغم ان في نفس الوقت الشركات الناشئه، طالب حاضنه طالب علامه شركه ناشئه او طالب علامه حاضنه اعمال نعم فوق لا اكثر 15 يوم يكون عندك الرد النهائي. نعم. وتقدر تعاود تطلب. ما هي الامتيازات التي تمنح؟ اليوم كاين امتيازات اللي شبيهه لامتيازات الشركه الناشئه. وشنو هما؟ ان حاضنه الاعمال تقدر اليوم كي دير المدخول الخام تاعها دونك لو شيفر دافير، يعني تنال تحفيز على الضرائب كما الشركات الناشئه كيف. ثاني امر حاضنه الاعمال كم هي تعمل مع شركات اللي يقدروا يحتاجوا بعض التكنولوجيات لتطوير التكنولوجيا تاعهم. الحاضنه تقدر تكون عندها ما نسميها ان كيت دو ديفلوبمون، يعني جهاز تطوير النماذج اوليه، وتقدر تشريها يعني في العالميه دي زامبريمون 3 دي، يعني كاين عده تكنولوجيا تقدر نشوفها. عندها الحق تستوردها، والدوله تساعدها من في الاستيراد باش تعطي لها يعني تحفيزات في الضرائب وتحفيزات في الجمركه. نعم. هذا جانب. واليوم عندنا امتياز اخر جديد، وهذا مبني على ماكينه التمويل. هذه ماكينه التمويل هي كيك ستارتر. ماكينه التمويل كيك ستارتر هي تحل الباب للحاضنه الاعمال باش تقدر تواجب على مناقصات، وكاين المناقصات تمشي وان شاء الله يكون عندنا الفرصه نعاودوا نتكلموا عليها، اللي تقدر الحاضنه تجيب لهذه المناقصه باش تنال تمويل اللي جاي من شركه الناشئه، يعني من وزاره الشركات الناشئه، اللي تخليها تحتضن هذا الفكره والمشروع. نعم. دونك لازم يكون عندك علامه حاضنه اعمال. ثالث امر هو اليوم كاين منصه اللي اسمها انوفيشن نقطه جوف نقطه دي زد. هذه راهي نعم راهي اخر مشوار تطور قانون الماليه تاع 2023 اللي هو حل الباب للابتكار المفتوح. نعم. اليوم الابتكار المفتوح يعني هو جزء يعني خلينا نقدروا نمولوا الشركات الناشئه وايضا حاضنات الاعمال. خلينا ما نتكلمش على حاضنات الاعمال على الشركات الناشئه، نتكلم على حاضنات نركز على حاضنات الاعمال، لان حاضنات الاعمال الكثير يطرح السؤال كيفاش تربح دراهم حاضنات الاعمال، والسؤال حقيقي. واليوم الا قليل لربما 4 ولا 5 حاضنات اعمال في كل الجزائر، واليوم رانا فايتين ال100 اللي عندهم نموذج اعمال يخليهم يقدروا يخرجوا فائده، ولا ربما 0 في الجدول المالي تاعهم. دونك اليوم لازم نخلقوا ديناميكيه اللي تخليهم هما يقدروا يربحوا دراهم، باسكو سينو كون ما يربحوش دراهم ما يدوموش ينقرضوا ويروح الدور تاعهم. انطلاقا من هذا الشيء الدوله واش قررت؟ قالت انا ندير يعني تمويل على حفيز الضرائب للابتكار المفتوح. كيفاش يعمل؟ سي تري سامبل. الشركات الكبيره الخاصه او العموميه نعم. تقدر تاخذ هي سنويا دير ربح. اكيد. لا اعطيها لك بالارقام باش يفهموها، لان كنا نستناو في هذا العمل كيفاش نحسبوها. في افريل تاع هذا العام وزاره الماليه والضرائب خرجوا يعني تقرير اللي يفهمك كيفاش تحسب بكل اريحيه، باسكو الشركات يخافوا يقول لك كنا انا ما نخلصش لي زامبو الضرائب تاعي ونمدها حاضنه العمل والمشروع المبتكر، لا ربما غدوه الضرائب يعاودوا يولوا ويقولوا لي راك تحايلت معنا ونعشي نخلص واش ما خلص بزياده باسكو بالغرامه. نعم. دونك كيفاش تمشي؟ ايماجينو انا شركه ندير عندي مدخول خام سنوي تاع مليار دينار، اوكي، وفي المليار دينار ماشي تكلف بسنتيم، وفي المليار دينار ربما وكاين شركات اللي دخلوا دراهم كاين كثير، وفي المليار دينار ربما نقولوا الضرائب تاعي لازم نخلصهم على الارباح. نعم. هي نقولوا 500 مليون دينار. في ال 500 مليون دينار كي نحسبوا خلينا ناخذ ارقام سهله. نعم. نقولوا عنده 100 مليون يخلصها، سي 100 مليون عنده ان ريفوني كيفاش نقولوا ربح تاع 100 مليون صافي. نعم. فوالا ربح صافي قبل الضرائب. نعم. تاع 100 مليون يحسب 30% اللي هي 30 مليون دينار. هاد 30 مليون دينار الشركه تقدر تديها وتتعاقد
مع حاضنه اعمال لتطوير مشروع مبتكر على اساس الابتكار وهكذا المفتوح. يعني يكون مورد مال بالنسبه والدوله هي لحاضنة تقول انا ما نديش هاد 30 مليون دينار نخليها لكم انتوما طوروا الابتكار. دونك حاضنه العمل هي تقدر تاخذ شويه من الدراهم باش هي تقدر تكون عندها فريق العمل التطوير اكسيتيرا، والشركه الناشئه او المشروع المبتكر يقدر ينال شويه هذا النقد. بصفه مختصره روحوا لمنصه innovation.gov.dz في دقيقه innovation.gov.dz. حاولوا اليوم كل شيء راهو رقمي، علاقه بين وزاره اقتصاد المعرفه ووزاره التعليم العالي ووزاره الماليه، كل شيء راهو رقمي. نتمنى ان من اكتوبر راح نشوفوا عقود ينعقدوا على هذا الابتكار المفتوح ان شاء الله. هو مجال يعني مفتوح جدا ويتطور يوميا، وفي كل دقيقه اكيد سوف تكون لنا فرص اخرى للحديث اكثر حول توجه الجزائر نحو حاضنه الاعمال والشركات الناشئه. الدكتور كريم بروري صاحب حاضنه اعمال وعضو لجنه منح علامه لابل للمؤسسات الناشئه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا.